إلا مذاهب، القرآن فقط. شنو يقول الله؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. منه محمد، قال له محمد هل يفرقوا دينهم وداروا شيع وداروا أحزاب وداروا تكفير وهجرة وداروا إخوان وداروا حزب تحرير إسلامي وداروا دعوة وداروا جهاد، لست منهم في شيء. يعني أنت النبي محمد تتبرأ من المسلمين الذين قلدوا النصارى واليهود وعملوا مذاهب وعملوا شيع وأحزاب. هذا القرآن، احنا من جهة لا نموت. هذول الإخوان المسلمين، حزب تحرير، تكفير، هجرة، دعوة، جهاد، هذول من القرآن يتوعدهم بجهنم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. احنا بندافع عن الآيات البينات هذه، ما نقبلش تفرقة في الإسلام أبدا، ما نقبلش هجرة في الإسلام ولا حزب إسلامي. حزب الله هو الأمة الإسلامية كلها. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شوف الآيات البينات، قال يا أخوان هذول المشركين هم اللي يعملوا هيك، أما أنتم المسلمين ما تفرقوا ولا تعملوا أحزاب إسلامية، ولا كل حزب يقعد فرحان بنفسه. التكفير يقول احنا على حق، والهجرة يقول احنا على حق، والدعوة يقول احنا على حق، والإخوان يقول احنا على حق، وحزب التحرير الإسلامي يقول نحن على حق. القرآن متنبي بها قبل ظهورها، متنبي بها، وبالتالي لابد من سحقها، ما نسمعش بها.